أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم في هذا الموجز الإخباري. أعلن مجلس السيادة السوداني اليوم الخميس أن رئيسه عبد الفتاح البرهان سيتوجه إلى مصر في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا وتأتي زيارة البرهان بعد يومين من رحلته إلى طرابلس، والتي التقى فيها القيادة الليبية لمناقشة التطورات والأوضاع في السودان. وحول هذا الموضوع معي عبر سكايب من مدينة نونت إبراهيم حامد رئيس حزب المؤتمر السوداني بفرنسا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، ما هي دلالات زيارة البرهان إلى مصر، خاصة وأنها تعتبر الزيارة الثانية منذ أوت الماضي؟ لك التحية أستاذ نصر الدين، وعبرك التحية للمشاهد الكريم. في الحقيقة دلالات الزيارة أو دلالات زيارة البرهان إلى دولة مصر الشقيقة إلى القاهرة، إذا نظرنا إلى هذا الأمر نرى أن البرهان قام بزيارة قبل يومين أو 3 أيام إلى دولة ليبيا، والتقى بالدبيبة، وقبلها زيارات عدة. إن كانت هذه الزيارات بالتأكيد يعني تصب في مصلحة وقف الحرب والسعي لرفع هذه المعاناة التي طالت الشعب السوداني وطالت الدولة واقتصادها، فبالتأكيد مرحب بها. ولكن إذا كانت هذه الزيارة من ورائها توسيع رقعة الحرب في السودان، وبقصد الدعم أيا كان أشكاله، وهو هذا الدعم يؤدي إلى استمرارية الحرب، فبالتأكيد مثل هذه الزيارة فتكون ليس لها قيمة وليس لها معنى وليس لها جدوى. أيضا من الملاحظ في هذه الأيام السابقة أن دائرة الحرب توسعت بشكل كبير. شهدت ولاية النيل الأزرق، أيضا القضارف، هنالك مناطق أخرى، هنالك معارك في أم درمان، هنالك ضحايا في معظم ولايات السودان. من الأجدى للأطراف المتقاتلة أن ترضخ إلى صوت الحكمة والعقل، وأن يتوقف هذا الحرب، لأن السودان لا يتحمل مزيدا من التمزيق ومزيدا من الاختتال. أحييكم على هذه المقابلة وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ إبراهيم، كنت معنا مباشرة من مدينة نونت الفرنسية.